السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. فيديو جديد وان شاء الله يعجبكم وينال استحسانكم. الفيديو بتاعنا النهارده عملنا فيه جولة عند الطيور بتاعتنا كلها. شفنا الفراخ والوز، وبعدين طلعنا فوق للكتاكيت الصغيرة والبط الصغير، وبعدين دخلنا للطيور الكبيرة، عملنا شويه تنظيفات كده وشويه حاجات. وشوفوا اخر التطورات النهارده. والبطه ما شاء الله اللهم بارك، نقلتها العصر، حطيتها في المكان اللي انا عايزاها ترقد فيه، وطلعت ذكيه وشطوره. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. سبتها بقى مع الذكر الصبح طبعا، والعصر هنرجع نحطها تاني في المكان اللي احنا عايزينها تخنن فيه وترقد فيه. نحط لها بقى باقي البيض بتاعها، وربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم، ويصلح حالنا وحالكم، ويرزقنا واياكم الرزق الحلال الطيب المبارك. الصراحه انا متفائله جدا ومتشوقه جدا اعرف نتيجه البطه. يا ترى المره دي هتجيب كام؟ لان هي ريحت شويه، فحاسه انها هتطول في البيض ان شاء الله. وكمان متشوقه اشوف هيطلعوا لونهم ايه في الاخر. تعالوا على طول نشوف يومنا بدأ ازاي وعملنا فيه ايه. يبقى عليكم لو قلت لكم يومي بيبدأ من أي حتة غير من هنا، من ساعة ما دول جم وهم يومي خلاص بقى يبدأ من عندهم. بصوا بقى ما شاء الله، هم مكانهم بيتبهدل بسرعة بسرعة جدا. غير لهم بس المية، دول الوزوزات بتاعتي، هغير لهم المية بس قبل ما اطلع، لكن هم قدامهم أكل. تعالوا بقى نشوف الطيور الصغيرة التانية. بصوا كتاكيت، مش عايزة أوريكم أكشف، لأن لما بكشف هما بيخافوا. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. اهو طبعا دول ايه يعني، عايزين شوية علف برضه. هجيب لهم شوية علف، ونحط التانيين مية، ونطلع بقى للطيور بتاعتنا من فوق. بصوا الفرشة دي انا مزوداها جير وتبني امبارح، عايزين نبتدي نفتح لهم بقى شوية كمان، عشان كده حاسة ان درجة الحرارة كده هتبقى عالية عندهم، ماشي، عشان ما يعرقوش مننا. بصوا حاجة زي دول مركونين كده بعدين عن الحرارة. تمام. النهاردة اليوم الرابع، وزي ما احنا شغالين بالتحصينة بتاعتنا، مرة مضاد حيوي ومرة فيتامينات. و بكرة هيبقى اخر يوم بقى وخلاص. واصلا بتهيألي هو المضاد الحيوي يعني هيبقى فضل فيه جرعة واحدة بس هتحط بكرة او النهاردة اخر النهار، وخلاص يبقى كده التحصينة بتاعتهم خلصت. وهبتدي بقى اشوف انا هفصل الابيض فين، لان كده المكان خلاص ابتدى ايه يعني يبقى زحمة عليهم. تمام. تعالوا بقى نشوف طيورنا من فوق اخبارها ايه. لسه طالعه انا اهو، ده بواقي اكل بيت ورغيفين كده هقطعهم على الخلطة. ودي بتاعة البيض، ودي بقى الخلطة بتاعت البط. عاملين دول للبط، واللي تحت بقى هدخل دي واجي اوريها لكم. بصوا بقى هنشيل ده خالص ونحط ده بقى هحط منه للفراخ. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عاملين ايه يا صغننين؟ صباح فل صباح ورد. لسه مزويين ولا ايه ظروفكم؟ ها طب تعالوا نحط الاكل ونشوف. في اكل شيش واقع، مش هكتر لهم اكل، وعايزين يغيروا ميه. بصوا هنضف ده الاول وبعدين نحط. بصوا ده انا كنت رضاه كده على اساس ان انا بجيب لهم العلف، قامت الحلوه دي فرت. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح بقى، خش متفريش تاني، نجيب العلف عشان هم جعانين فبيفروا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو حلو كده، يلا كله بقى، كله 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 كله. الصغيرين هيبتدوا ينتشروا في وسطهم اهو، بينقوا من على الارض.
هاخد الميه كمان. عملت ايه بقى؟ انا بدلت الميه مع العلف عشان هم دايما راكنين هنا الناحيه دي، هم الكتاكيت الصغيره، فقلت هيبقى سهل ليهم ان هم ياكلوا من هنا، والميه بقى يخشوا يشربوا كده ايه خطف يعني. الله المستعان. هيتكيفوا هيتكيفوا. دول بقى مبهدلين المكان طبعا، والميه بتاعتهم بقى خلصانه، هنبقى نغيرها اخر النهار. هنحط لهم بس اكل هنا. اجيب لهم شويه من بتاعه الخلطه دي عشان دي ما فيهاش رده خالص. يقوم دول يشيلوا دول اهو. دي بتاعه الفراخ. الفرق بقى ان بتاعه البط فيها رده، بتاعه الفراخ ما فيهاش رده. كفايه عليهم دول. مش عايزه اكتر لهم عشان يخلصوها اهو. هحطها لهم هنا واجيب لهم الميه وهم بقى بيخرجوا. هم بيعذبوني بس وهم بيدخلوا. هجيب بقى الجردل اللي بره كمان. بصوا الجماعه كانوا بيروقوا، حاولوا يروقوا وخرجوا الحاجات هنا. انا عايزه انضف الحته عشان الفراخ. بصوا دول اللي مزعليني ولسه البقره تاتي. يلا خير، نحاول نظبط المكان بحيث ان هو ما نجيبهمش هنا، عشان ايه ما نروقش حته ونبهدل حته. وبعدين انا الصراحه من النوع اللي بخاف من الفئران جدا جدا جدا. ربنا يصلح الحال. الحته دي كده عايزه اكنسها بقى والم الوسخه دي كده توسع لنا الدنيا ان شاء الله، مكان ما كنت مولعه امبارح. دي بقى خلطه ايه؟ خلطه البط. شويه دول فيهم رده برضو كتير، فانا هعمل ايه؟ انا هدلقهم على دول ماشي عشان هما فيهم رده كتير، واخليهم برضو للبط. تمام اهو. نحطهم هنا برضو يبقوا دول بتوع البط. الفراخ ما بحط لهمش رده يا جماعه، لسه صغيرين وانا عاملاهم تسمين. فدي كده فوق دي، وده هنغطيه احتياطي، وده هنحطه هنا. ده كله بتاع البط اهو. هناخد ده بقى نعمله للفراخ. حطينا بقى اكل وميه للبط، ولميت الشويه دول بالمره قبل ما يخرجوا كده، نضفتهم. كان في شويه وسخه برضو هناك لميتهم وحدفتهم. هنزل عمرو وايه واخدهم وانزل. بصوا بقى هنخش بقى للطيور اللي جوه عشان سريعا، لان انا دلوقتي يا دوب الحق عمرو. وانا لبسته بس ما عملتلوش سندوتشات. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوه الا بالله. الله اكبر، الله اعظم. استنى ايد النور وشغل الفلاش كده الرؤية اوضح. ده كده حطينا لهم الاكل اهو من امبارح والميه. الاكل مدلوق. هخش احط لهم اكل، بس هحط دول جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفه الارنبه دي ايه اللي خرجها. تعالي يلا، تعالي 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 خشي خشي. بصوا البطه انا كنت حاجزاها هناك، هوريكم دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. خشي 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 خشي. البطه البيضه دي انا كنت حاجزاها هناك عشان تبيض. تعالوا نشوفها باضت ولا لا. بصوا دول ما شاء الله كده اهو، والبط مع بعضه كله. مبقاش عندنا بط كتير. هخش اوريهم لكم دلوقتي واحنا بنحط الاكل. بس ايه دي وانا بنضف امبارح اتدلق مني السقايه هنا ماشي. نضفت الجزء ده، بس الجزء ده لسه ما اتنضفش، فكلها هتتنضف تاني على بعضها. لان ايه برضو على فكره هي مش غامقه، بس هو بس ايه الاضاءه مش متظبطه هنا. بس ده بقى نضفته اهو. شلت بس الوسخه اللي كانت على الوش، والصراحه هي كانت الفرشه مفرفره فقلت اسيبها شويه اهو. نحط لهم بقى شويه اكل هنا. بسم الله. انا جبت هنا الديك والبربره دول. البربره لسه ما اشتغلتش، والارنبتين هنا زي ما هما. بسم الله الرحمن الرحيم. الارنبه دي مش عارفه ايه اللي جابها هنا، المفروض ان انا كنت سايباها مع اختها جوه هناك. بسم الله الرحمن الرحيم.
البطة باضت، البطة بتاعتي ذكية. الله أكبر. بصوا البيضة اللي هناك اللي على الشمال دي كانت أول بيضة، فاضل اللي أنا سبتها لها، وهي بط عليها دي بقى كمان اهي. اللهم بارك. هي اختارت المرقد ده اللي أنا حاطة لها فيه البيضة. أنا عملت المرقد ده كمان احتياطي عشان ايه؟ عشان الفرخة دي ما كنتش قستها، مش عارفة قيسها مديك، فقلت على ما قيسها تمام. والميه حطيت لهم في ده لان السقات كنت خدتها تحت اغسلها. بس كده تعالوا بقى نشوف التانيين. الارنبه الكبيره اهي، الارنب الذكر اهو، كانت مستخبيه هنا في الجيركن وخرجت واستخبت هناك اهي. الجزء ده هنرممه، بس اشوف ابو يوسف بس. اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بصوا ده يا جماعه قوالح، انا بسيبها تحت في الارض كده زي فرشه، وللاسف الفيران بتعدي تاكلها. بس بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوه الا بالله. الخلطه بتاعتنا قمح وشيش وذره وعيش وعلف تركيز 21%، تسمين، كل حاجه بنسب صغيره. يعني الخلطه دي كلها مثلا باللي انا حطيتها الناحيه التانية فيها حوالي نص كيلو او اقل كمان علف تسمين. طبعا ببل كل حاجه، وبعدين يعني ما بنبلش جامد، يا دوب بنفلفلهم، وبعدين برجع برجع احط العلف بقى عشان مش عايزاه يبقى مبلول قوي. في هنا بيضه برضو ما شاء الله، هنشيلها ان شاء الله. اللهم بارك. ماشي، بدأنا الفيديو من عند الصغيرين وهنختمه من هنا ونجري جري بقى على عمرو، واشوفكم فيديو جديد ومع السلامة.